الناس كامل راهي تحسب، الناس كامل راهي تسنى في المباريات تاع المنتخبات اللي راهي تصارع من أجل التأهل، خاصةً المنتخبات اللي راهي حابة تطلع في المرتبة الثالثة في المجموعات تاعها. صراحةً النتائج اللي شفناهم سورتو لا فيكتوار تاع ليكواتور مع الألماني، فوز الإكوادور أخلط الحسابات، تعادل السويد واليابان كما ما كناش حابين أخلط الحسابات، سبحان الله. لكن كاينة حاجة لازم نفهموها، مستحيل ندخل الماتش تاع النمسا من أجل التعادل، مستحيل ندخل الماتش تاع النمسا وأنا نقول في بالي لازم ندخلو، لازم بأخف الأضرار ننهي المباراة، لا، لازم ندخلو باش نربحو. لكن السؤال المطروح على بالي بلي كامل راكو تسقسيو، التعادل مع النمسا يكفينا باش نتأهلوا ولا لا؟ نقطة واحدة في المباراة الأخيرة أمام المنتخب النمساوي هل تكفي المنتخب الوطني الجزائري من أجل التأهل؟ دوك نقول لكم نشوفوا الترتيب راهو على الشكل التالي. النتيجة تاع السويد واليابان ما خدمتناش لأنه لا السويد طلعت هي في المرتبة الأولى تاع المنتخبات اللي تكلاسي ميور تروازيام. شحال من عندنا من بوست؟ عندنا 8 يطلعوا أفضل ثالث، 8 معناتها اللي يجي مور المرتبة الثامنة لا وجود له ولن يتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026. السويد حاليا هي راهي في المرتبة الأولى، شحال عندها؟ عندها 4 نقاط، معناتها هادو كي بداو يتلعبوا لي ماتش تاع طروازيام جورني بداو المنتخبات يربحوا وبداو لي بلاص يتعمروا ب4 نقاط، وهذا الأمر ما يساعدناش. علاه؟ لأنه من بعد أوتوماتيكيا ب3 نقاط كيما رانا ما تساعدناش، معناتها هزيمة لا قدر الله أمام النمسا ستخرجنا من المونديال. نواصلوا، كاين السويد عندهم 4 نقاط بفارق 0 تأهلوا رسميا. الإكوادور تأهلوا رسميا بعد الفوز أمام المانشافت، عندهم 4 نقاط وفارق 0 تأهلوا خلاص. عندك البوسنة والهرسك أيضا 4 نقاط تأهلوا، عندهم ناقص 1. كرواتيا ما زال ما لعبتش. عندنا كوريا الجنوبية لعبت عندها 3 نقاط ناقص 1. كاين الجزائر في المرتبة السادسة راهي بعد كوريا الجنوبية، علاه؟ لأنه عندنا 3 نقاط ناقص 2. ندوروا نتفكروا المباراة على الأرجنتين اللي دينا فيها 3 بيت، حتى مع الأردن ما كانش لازم نتلقاو هدف. هنا دوك لا ديفيرونس دي بيت راح دير يعني تعمل عمايل لا علينا. في المركز السابع الباراغواي على بالي لو مومون اللي راكم تشوفوا فيه هذا الفيديو بعد 6 صباحا يكونوا لعبوا، يعني نشوفوا الباراغواي هادو شحال داروا ونبنيو. الباراغواي لحد الآن 3 نقاط ناقص 2، يعني تعادل الباراغواي راح يزيد يرفدهم إلى 4 نقاط ونولوا في مشكلة، ما تساعدناش أيضا، ما تساعدناش. ومن بعد يجوا من تحت اسكتلندا عندها 3 نقاط وعندها موان 3. هذه احنا المنتخب اللي رانا خير منه لحد الآن هو الباراغواي واسكتلندا، بصح الباراغواي اللي راهو يشوفوا فيا دوك راهي 6 تاع الصباح 7 8 10 تاع الصباح عم لعبوا الباراغواي. يا درا شحال يكونوا داروا كتبوا لي في التعليقات، يعني تكون ميزاجور تاع الفيديو. ومن بعد كاين منتخبات اخرى، الراس الاخضر نستناهم يلعبوا عندهم 2 نقاط، بلجيكا تسناهم يلعبوا عندهم 2 نقاط، الكونغو الديمقراطيه تسناهم يلعبوا عندهم نقطه، والسنغال عندهم 0 نقطه. هاو الترتيب، يعني باش نلخص لكم الجزائر راهي في المرتبه السادسه ويتاهلوا 8 ومازال لي ماتش يتلعبوا، راهم يربحوا منتخبات ولا يتعادلوا، راهم بداو يتسفوا تاع 4 نقاط. يعني الهزيمة حاليا تخرجنا من المونديال. هل التعادل سيساعدنا؟ وما هي الاحتمالات اللي تخلينا لو كان نتعادلوا في المباراة القادمة، كان نتعادلوا في المباراة المقبلة أمام النمسا راح نتأهلوا ولا لا؟ لأنه حتى التعادل إلا تعادلنا نولو ب4 نقاط، لكن ناقص شحال؟ ناقص 2. 4 نقاط ناقص 2 تدخل في حسابات، لكن كل شيء ممكن. دوكا لو كان نديروا النول مع النمسا واش راح يصرى؟ نتأهلوا ولا لا؟ ما تقدرش تعرف دوك، مستحيل تعرف، لازم تسنى النتائج تاع المنتخبات اللي مازال ما لعبتش. لكن كاين واحد سيناريوهات لو كان يصرى ولا قدر الله حتى التعادل وحتى 4 نقاط
ما يكفيوناش للتأهل. وشنو هي هذه الاحتمالات؟ السويد خلاص تعادلت، معناتها هذا الاحتمال الاول راهو صرا. زيد اذا تعادلت الباراغواي، والباراغواي قلنا يتلعب يخلص الماتش تاعها على 5 تاع الصباح، يعني اللي يشوف هذا الفيديو مور 6 تاع الصباح مور 5 تاع الصباح على باله النتيجه تاع الباراغواي. نكملوا. فوز بلجيكا وايران، يعني الا ربحت لا بلجيك ولا ربحت ايران ولا ربحت جزر الراس الاخضر ولا ربحت الاوروغواي، هنا اللي صعيبه. الاوروغواي تربح مع اسبانيا، كل شيء ممكن، ما تقدرش تعرف. انا نقول له الاحتمالات اللي لو كانت صرا يولي النول مع النمسا ما يكفيناش. وشنو هو؟ كما قلنا فوز بلجيكا وايران، اذا تعادلت الباراغواي وراكم تشوفوا هذا الفيديو على بالكم واش داروا، فوز جزر الراس الاخضر والاوروغواي، فوز الكونغو الديمقراطيه وتعادل كرواتيا. اذا صاروا هذه النتائج حتى التعادل ما يكفيناش مع النمسا، ولازم لازم لازم علينا نربحوا. لكن اذا ما صارتش هذه النتائج، ربما منتخب ما فاتش ان شاء الله، الاوروغواي ما تفوتش مع اسبانيا ان شاء الله، التما نقدر نقولوا ان النول يخلينا نتكاليفياو. لكن بالله عليكم علاش هاد الحسابات ولينا نحسبوا هكذايا؟ شغل كالكولاتريس ورانا نحسبوا نستناو في المنتخبات ان شاء الله يربح ان شاء الله ما يربحش. يا اخي مازال لي ماتش نلعبوا نربحوا وما نخسر في حتى واحد، وبعد تقول لي بصح نتكاليفيو دوزيام بلاص مع من رايحين نلعبوا تتلاقى مع اسبانيا. انا جو بريفير نربح ونطلع ثاني المجموعه مور الارجنتين. ديجا هذه حاجه كبيره. علاش حاجه كبيره؟ لانه الانتقادات اللي انتقدنا والامور اللي هضرناهم ناقصين، بصح لو فات لي تعاود بقوه للمجموعه تربح مع الاردن رغم الطريقه ما كانتش مليحه، وتزيد تربح النمسا اللي هو منتخب ما راهوش سهل وتتكاليفيا في الدوزيام بلاص ب6 نقاط بعد الارجنتين. ديجا هذه ضربه قويه، وهذه حاجه ما شاء الله راح نفرحوا بها كامل، وراح تقلل الضغط على المجموعه، تقلل الضغط على المدرب، وتقلل الكريتيك بطبيعه الحال. ما رغم انه النقد البناء يبقى الا شفنا امور معوجين، الا شفنا امور سلبيه ناقصه نهضروا عليها باش تتحسن ان شاء الله كما رانا نهضروا. ما نقبلوش فقط الناس اللي تخرج لنا منهم وتقول لك واش راكم تهضروا وعلاش راكم تهضروا. نهضروا اليوم وغدا كي نشوفوا امور فنيه تكتيكيه ناقصه، تقول لهم بعد المدرب قناعه، ماشي قناعه ربي يسهل عليه، لانه بعض المباريات ليست قضيه قناعه، بعض المباريات قضيه قراءه لقاء، قراءه منافس، تكتيك تحطه يكون مناسب. ما راناش هنا باش نقولوا كلش وباش نسكتوا الى هكذاك نبدل نروح ندير مهنه واحده اخرى افضل، هذه باش نكونوا واضحين. لكن لنوليو الموضوع تاعنا لازم علينا ندخلوا بقوه في المباراه مع النمسا، الفوز والفوز والفوز. كاين بعض المعلومات يعني استقيناها من موفد قناه الشروق الى الولايات المتحده الامريكيه، لي جوار راهم عازمين، شافوا بعض شهادات اللاعبين السابقين بعد المباراة، مباراة العار لا فيرغونيا اللي كانت بين الالمان والنمسا في 82، يعني زاد شحنتهم هاد الشهادات تاع اللاعبين السابقين اللي عاشوا هذيك الفترة المرارة كي شافوا النمسا والالمان يلعبوا وتفاهموا على النول. ومن بعد على بالكم بلي القانون تبدل على جال هذا الماتش، ولاو لي ماتش هادو اللي نشوفوهم في التلفزيون تاع طروازيام جورني ولاو يتلعبوا في وقت واحد على جال مهزله مباراه المانيا والنمسا اللي تقعد في التاريخ، والتاريخ مازالوا يعني مسجلها يعني باحرف سوداء ماشي باحرف من ذهب، لانه حاجه عيانه، حاجه سلبيه صارت ضد الجزائر والمؤامره تاع النمسا والالمان. لي جوار شافوا سمعوا شهادات راهم معولين باش يديروا مباراه سوبر. حنا قال لك داخلين نربحوا، ما شفت التصريح تاع لاعب تاع النمسا قال لك احنا رياضيون وعندنا الروح الرياضيه ولازم نلعبوا باش نربحوا، لانه التعادل هما مسور يطلعوا بالتعادل، بصح انت ما راكش سور حاليا. بصح كي تلعب المباراه الاحد على الساعه 3 صباحا قبل ما يتلعب الماتش نكونوا عارفين واش علينا واش لازم لنا، واش هي النتيجه اللي تساعدنا، واش هي النتيجه اللي ما تساعدناش. هذه الحاجه المليحه، حاجه مليحه سيكو راح نلعبوا ونكونوا عارفين بوش كاين، اسكو النيل يساعدنا ولا ما يساعدناش، واسكو لا فيكتوار لا فيكتوار باهنا نطلعوا ديراكت، واسكو لا ديفات ما تساعدناش. حاليا كي شفنا النتائج، الهزيمه مع النمسا تخرجنا، التعادل هو اللي يبقى فيه الشك وما تقدرش تجزم الان حتى نشوفوا المباريات القادمه، وعطيت لكم السيناريوهات اللي تقدر تصرى.
وتخلينا نتأهلوا، والسيناريوهات اللي تقدر تصرى وما تخليناش نتأهلوا. الآن نترقب نقعدوا نحسبوا واش راح دير، نقعدوا نحسبوا رغم أنه الحسابات الآن لا تجدي نفعا، لأنه مازالنا مباراة كما منتخبات أخرى مازالت لها مباراة. تربح الماتش تطلع، دير النول هنا اللي ما تقدرش تقول، بصح من بعد نهار الحد تقدر تقول النول هذا اللي يساعدني ولا ما يساعدنيش، لأنه نقعد ناقص 2 ديفيرونس دي بوت، فارق الأهداف. تلقيت 3 مع الأرجنتين، تلقيت هدف مع الأردن، وشحال سجلت هدفين، يعني تلقيت 4 وسجلت 2، عندي -2 ناقص 2 فارق الأهداف. إلا درت تعادل مع النمسا، تعادل يعني ماركيت له، تقعد ناقص 2، 4 نقاط ناقص 2. هل تكفينا هذه النتيجة من أجل التأهل؟ ربي عالم، لكن تبقى على كل حال نتيجة إيجابية. تخسر مع الأرجنتين أكسيدونت باركور، كانت خرجة الأولى وشفنا أمور سلبية بزاف. داركنا مع الأردن وتعادلنا مع النمسا، يعني حتى 4 نقاط ناقص نتيجة محترمة تخليك تتأهل، ولو أنه ماذا بينا السيناريو يكون واضح، ماذا بينا السيناريو يكون الفوز والتأهل بطريقة محترمة، لأنه راك في كأس العالم إذا تأهلت تتأهل يعني بطريقة جيدة. خلاص لا فيكتوار تعطيك اون اوتر ديمونسيون، لا فيكتوار تخليك تكبر. هذه لا فيكتوار مع النمسا واش تقدر دير لك. اتمنى انه اللاعبين راهم واعيين بحجم المسؤوليه الملقاة على عاتقهم، راهم فاهمين واش لازم، راهم فاهمين انه الامر يتعلق بكأس العالم. هذه الحاجه مهمه جدا، هذه الحاجه مهمه جدا لجوار، على بالي بلي راهم فاهمينها، والطاقم الفني بطبيعه الحال راهو تم باش يوري لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويزيد يحفزهم بالطريقة اللازمة. الآن واش نقدر نقولوا أنه المباريات اللي راح تلعب راح تخلينا نعسوها، راح نزيدوا نعسوا المباريات، الله غالب. واش راح دير؟ مباريات لازم اتبعها، لازم نربحوا. حسابات هذوما أنا ديجا عيوني صراحة، نركز على الانتصار، ولا تعادلنا ان شاء الله التعادل يكفينا، وراح نديروا ميزاجور ونديروا فيديو كل يوم بعد كل مباراة راح تهمنا قبل مباراة الجزائر والنمسا. قولوا لنا رايكم في التعليقات، قولوا لنا رايكم في هذه المباراة امام المنتخب النمساوي، قولوا لنا رايكم ايضا في التعادل ولا الفوز. انا رايي ندخل باش نربح، هذه هي كوب دي موند، انا رايي ندخل باش نربح، هذه هي كأس العالم، خاصة إلى ربحت النمسا وتكاليفيت راح تكون حاجة ما شاء الله، استعدادا للمباراة تاع الماتادور الإسباني. كل شيء ممكن. سلام، تحياتي الجميع.